شوية تعرفوا ايش طارحة الحكومة بعنوان الإصلاحات؟ طارحة تجنيد الأجور إلى غاية سنة 2025، يعني 6 سنوات، لأنه من سنة 2019 والأجور مجمدة. هل تقبلون تجنيد الأجور في 6 سنوات؟ نحب نسمعها منيح، نحب نسمعها منيح. المقترح الثاني يا اخوتي، المقترح الثاني قالوا يجب ان نتوقف عن الانتداب في الوظيفه العموميه والمنشات العموميه الى غايه سنه 2025، والانتدابات من سنه 2018 متوقفه. وابنائنا ابناء الشعب اللي يقطعوا من لحمهم باش يقرروا صغيراتهم يجوبون في الشوارع ولا يستطيعون الحلم بأن غدوة ينجم يدخل الدار. اتوافقوا على تجميد الانتدابات، اتوافقوا على تجميد الانتدابات. الشرط الثالث طرحوا علينا، الشرط الثالث اللي طرحوا علينا قالوا يجب أن نرفع الدعم اللي أنهك ميزانية الدولة. قلنا لهم يا جماعة راهو تجميد الأجور وإطلاق سراح الأسعار اللي ولات تحلق في السماء، الناس ولات تشم في ريحة اللحم، ما عادش نجم تاكل اللحم والزوالي مات. قالوا يلزم رفع الدعم لأنه ولا عبء كبير أكثر من 5000 مليار سنويا. انتم قادرين تجمعوا دعم، نحب نسمعها عالية بصوت عالي. الشرط الرابع اللي اقترحوا علينا وحاولوا في الحكومات المتعاقبة والحكومة هذه انه مروه يفرضوه، قالوا لا مناص اليوم من خلص تونس الا بالتخلص من المنشآت العمومية والدواوين والمؤسسات الخدمات العمومية. هل تقبلون أن نتبع ونختار مؤسساتنا، مؤسسات الشعب؟ نحب نسمعها منيح، نحب نسمعها منيح. إذن أخوتي هذا موقف الاتحاد، موقف الاتحاد اللي رفض هذه الإصلاحات، موقف الاتحاد اللي رفض التفويض في القطاع العمومي، موقف الاتحاد اللي رفض تجميد الأجور، موقف الاتحاد اللي رفض رفع الدعم، موقف الاتحاد اللي رفض ومنش كان يرفض وقف الانتدابات في المرفق العام والوظيفه العموميه. نعاقب اليوم او يحاول البعض ان يخيل له خيال مريض انه بالسماحات المعجوله والمدفوعه الاجر مش يعاقب الاتحاد وماشي يشلت بين قوسين الاتحاد، ولكن الاتحاد اللي تاريخه معناها في نخيل الشريف ثابت في هذه الارض الطيبه وكبرياءه وشموخه يعانق السماء، لا يمكن الا ان يكون في هذه المحطات المناره والنجمه على جبين البلاد. اليوم احنا نخوض هذه المعركه ليس اختيارا وانما اضطرارا، وبالتالي نحب نختم ونقول انه الاتحاد مهما تكالبت عليه هذه القوى المشبوهه فانها توصلته ستكون ثابته واضحه، لن تنال منها هذه الرياح الخريفيه في ثوابتها وفي انحيازاتها لتونس ولشعب تونس ولاستقلال تونس وسياده تونس وكرامه التونسيين والتونسيات وحق التوانسه في انهم يحلموا بغد افضل، حق شبابنا في انه يحلم انه بلاده مش تكون الخيمه اللي تظلل عليه وتحميه وتوفر له شروط الكرامه، وابسط شروط الكرامه هو العمل اللاحق. وبالتالي اليوم هذا الاضراب هو اضراب الكرامه الوطنيه، هو الاضراب على الاستقلال والسياده الحقيقيه لتونس، هو الاضراب من اجل تكافؤ الفرص، هو الاضراب لمنع اخوتي شر الحديث عن السياده الوطنيه. انا نحب اقول لكم هذا الاضراب هو الاتفاق على السياده الوطنيه
لأن عمليات صندوق النقد الدولي ما هي إلا إخضاع لتونس، ونحن نتعهد لكم باسم شهداء الاتحاد وباسم شهداء الحركة الوطنية وباسم شهداء ثورة الحرية والكرامة لن يحكم صندوق النقد الدولي تونس مهما كلفنا ذلك.